المكرونه الاسباجيتي سهله وبسيطه. المكرونات انواع كتير ولها طرق في العمل كتير. معايا ميه مغليه وفيها ملح، واحط المكرونه فيها. المكرونه هتستوي تسويه كامله. بعد كده هصفيها واعملها في التسبيكه بتاعتها اللي انا عاملاها. عايزه لايكات كتير من حضراتكم، وتشيروا الفيديوهات وتعليقات علشان قناتي تكبر بيكم. قناتي مش هتكبر الا بمتابعينها الاعزاء، احلى متابعين في الدنيا. معايا البصل، معايا مادة دهنية شوية زيت، ومعايا بصلتين مقطعهم صغير. هشوح البصل في الزيت. احنا هنعمل التسبيكة دي زي تسبيكة الكشري المصري اللي بنشتريه من محلات. هشوح البصل، هحط شوية توم، شوية توم مهروسين هحطهم، راس توم ببعضها. التوم بيخلي ريحة المكرونة جميلة ولذيذ، طعمها لذيذ. بعد كده معايا الطماطم الصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض، او الطماطم الفريش هتعمليها تحطها على البصل اللي احنا عاملينه. ما بتسويش البصل تسويه كامله علشان خاطر يطعم طعم البصل مسكر، يفضل ريحه البصل وطعمه مسكر في المكرونه. شويه ملح وشويه فلفل اسود، دول بس كل المكونات اللي هنحطهم للمكرونه النهارده. التسبيكه دي هتعمليها بعد ما تحطي لي المكرونه، تسيبي شويه في الصينيه اللي انت عاملاها وفي الحله اللي انت عاملاها، تسويهم شويه. وعايزه تحط عليهم معلقتين خل، بيخلي ريحتها جميله الخل، وتاكلي بها. عايزه تحطي بها على المكرونه بعد كده براحتك. صفينا المكرونه ما غسلناهاش، ضفنا التسبيكه بعد ما اتسبكت على المكرونه. هتاخد غلوه واحده بس مع المكرونه، هتوطي عليها وتسيبيها، ما تعليش النار عليها عشان ما تحرقش. وبعد كده التسبيكه اللي باقيه هنحطها على المكرونه زي ما حضراتكم شايفين كده. المكرونه انواع كتير، واهم حاجه النفس في الاكل. انت بتعملي صنف بسيط في بيتك، اكله حلوه. الصلصه بتاعته زي صلصه الكشري اللي احنا بنشتريه. فيديو سهل وبسيط وما بياخدش اي وقت. ده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.